سيد النايحة، ديري بالك على حالك ها؟ عينك مرتك. شو اللي مانك عرفانه؟ شو اللي مانك عرفانه؟ كلون ماني سامع. كلون علي صوتك شوي، ماني سامع. هلا اطرشت يا دب. كلون كلون اولا شو؟ اولا لك علي صوتك اولا. يا حسام يا نايحة، تفضل عود ورا. استاذ انا موزع هون من قبل مديريه التربيه وحسب التسلسل الابجدي ومحكوم. لك هلا بيقلها كلها بلا حيوانات بدها حبك بنص عيونك. هلا مو وقتها. إذا كان انتبه لي على حالك، لأنه قسما بالله إذا بكمشك مرة ثانية بأشر لك على الورقة. ابي مسكت معه راشدتها هالطول طولة، ما حكيت معه شيء، اخذتها منه وضليت ماشي. انا لسه ما حكيت، بدك تقلعني لبرا ليش؟ بس ولا فسر في قضيه. انا برجع لورا استاذ، انا برجع لورا. قوم قوم. لك أنا مشانكم، إذا طلع في تشابه في الوراق بترسبوا اثنين عندكم. لا كلام، صار لي 15 سنه عم اقدم البكالوريا، بعرف شلون انقل ونقل بدون ما يصير تشابه. ايش بدك بالبكالوريا أنت؟ بسجل حقوق مشان دافع عن المعترين اللي مثلي ومثلك. أيوه. قوم لورا. لحظة. إذا بدك نقول. أيوه. بس من غير ما أشوفك ما حلوة مشاني ها. ولا يهمك. قوم قوم قوم، ارجع لورا. قوم قوم، تعال هون أنت، تعال هون برا بسرعة. عينك وبريتك أنت. أمرك أستاذ. طمنيني. بلش الزبون. لك طمنيني شو القصة؟ انضربت، نسيت اكتب كل شيء. شلون نسيتي؟ شو نسيتي؟ ما بعرف، بس ما كتبت كل شيء بعرفه. هاي مشكلة البصم، بس الواحد يتلبك بيطير كل شيء من مخه. 1000 مرة قلت لك افهمي فهم مو بصم. خلص ماما الله يخليكي مو ناقصني. لك سكي لي الزمور ما. شو انت الثاني؟ تعال طمني. لا تخافي امي لا تخافي، ممتاز. حاطط الرشيدة بتمك؟ امي جاوبت على الاسئله كلها صح، ابدا ولا سؤال غلط. يعني قديش بتقدر علامتك؟ اقل شيء 50 من 60. شفتي؟ لازم تتعلمي من علاء كيف الدرس، مو تمسكي الكتاب وتنسخيه نسخ بمخك. يعني علاء بفهم، انا ما بفهم. لك مو هيك قصدي امي انا. هيك قصدك؟ لك امي انا قصدي مشان انا تتعلمي مزبوط. خلص امي خلص، ما في داعي تختلفوا مشاني. انا الجحش اللي ما بفهم. ها؟ هي شو الابطال؟ شو؟ طمنونا. كان رح يفضحنا ابي، كمل شو المراقبه وحامل الروشته بايده. انا ما كنت عم بتنقل، شو هي؟ كان بدي اتاكد من رقم الصبيب، بدي اعرف صبيب ظهر بلده قديش. وكتبت رقم الصبيب؟ المراقب قال لي نقول وانا بعمل حالي مو شايفك، وقام وقف فوق راسي مثل غيمة شباط، عسكر عسكرة. كتبت 4000 متر مكعب. غلط يا ابي قديش انا تعبت معك، قديش قعدت وكتبت وحفظتك تكتب 4000 متر مكعب. قلت له وما كان يسمعني. لكن اللي بده ينقل الثاني بيهمس له همس، مو بصوت جعاري هيك ما ضل حدا بالقاعة ما سمعه. ابي بصوت جعاري وما سمعت، شلون لو اني حكي على الهسه؟ سعيد، صار لازمك روح لعند الدكتور منشان تفحص أذنيك. إيه ما عم تسمع منيح بالفترة الأخيرة؟ لشو الدكاترة؟ أنا دبيب النملة بسمعه. وأنت ولا؟ لا تحكي معي بنوب بالفحص، ما بدي إياك تنحرم بسببي. أنا إذا رسبت ما بتفرق معي، لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، بس أنت بالنسبة لنجاحك خط أحمر. ابي انا بساعدك بس وقت الضروره. لا وقت الضرورة ولا غيره. لك أخي تعال علي وخلصني ولا تجي معي وتشربكني، بدي أعتمد على حالي، اعتقني أنت. بعدين مين كاتب لي ملخصات الجغرافيا؟ انا. إيه الله يكسر إيديك، اكتبها بخط منيح ما نقروا معي. سعيد، صار لازمك روح لعند دكتور العيون. إيه ما عم تشوف منيح بالفترة الأخيرة؟ لك عيوني ما فيهم شيء، حاجة منين طلعتي لي قصة الدكاترة؟ أنا أبصر من وطواط بالليل، بس هو بيكتبها مثل خرابيج الدجاج. تاني مرة تبقى اعطيهم لشي خطاط يكتب لك اياهم. لك يا بني آدم أنا عم بحكي مشانك، هذا مو خط واحد عم يقدم بكالوريا، هذا خط واحد يا دوب معه أمية. انا؟
لك ايه انت؟ مين انت يعني؟ لسه كل شوي بيقول لي انا بدي اعاقبك ليه؟ بشيل عيونك هلا ها؟ عروس المجد تيجي واسحبي في مغانينا ديول الشهب يا عروسة. قوم سعيد، العشاء جاهز. ما بدي اتعشى، بدي استنى علاء يا عروسة. بس يجي علاء بحط له عشاء، مو ضروري تستناه. انا ما عم بستناه مشان العشاء. لك مشان شو؟ راح يجيب التوقعات. لك بطلوها هالخزعبلات، انت مو اول مره عم تقدم بكالوريا، في شي مره اجت التوقعات؟ ايه بتجي، مفكره كل اللي عم ينجحوا لانه مدرسه؟ ايه بتجي التوقعات. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. عروس المجد اسحبي وتي. اهلين امي. شو علاء؟ جبتهم؟ وينه؟ علاء، امي انت لا تعتمد على التوقعات، هلا بتنسى كل شيء، وبكره اذا ما اجوا الفحص بتنضرب. امي هدول مو اي توقعات، هذا واحد ابوه مسؤول جابوا له اياه لعنده على البيت. قوموا تعشوا بعدين تدرسوا، يلا. انتوا روحوا تعشوا وانا بدي ادرس. ليك حاطينا براس توقعات. يا عروس المجد تيهي واسحبي. ما عم تنحبل من ما زيولة. هلا بتجوع باخر الليل، بتقوم بتتعشى وبتبلش تكوبس بعد ما تنام. ما بدي اتعشى، بدي نام خفيف الليله. يا عروس المجد. كل يوم بتقول هيك وبتفيق من نومك على البراد، مدري شو عم تعمل. بقوم على البراد بشرب مي مو باكل. سندويشات اللبنة اللي لفيت لكم اياهم منشان تاخذوهم معكم على الفحص، مين اكلون؟ هلا شو ما في حدا غيري بياكل بالبيت من زيول الشهوبي؟ الكل بياكل، بس الصبح الكل سألوني عن السندويشات الا انت. معناتها انا اكلون. يا عروس المجد تيهي واسحبي. الحمد لله الحمد لا لله. لا بس انت تحب اللحمه مليانه لحمه. خلص، يلا يلا يا خلص، حبيبي، بعد بس شوي. بس هيلا يا عمي، يلا يلا ايوه يا شطور. ان شاء الله الف عافيه، صحتين وهنا، الله يديمك فوق راسي يا رب الهي، تعيش وتجيب لي واطبخ لك. تعرفي انه الفضل لأم زهير بمعرفتي فيكي؟ شو جاب سيرة من زهير هلا؟ بحياتها ما حطت لي لقمه بتمي، ولا بحياتها حكت لي كلمه حلوه مثل ما عم تحكي لي. لو كانت بتدللني مثلك وما كنت فكرت اتجوز عليها. اي كتر خيرها، اول مره بشكر حدا مو منيح. إيه لا، حرام الواحد يحكي الحق، هي منيحه إيه بس مو مرة مثلك. هلا قينا من هالموضوع وخلينا بحالنا. فكرت بموضوع التاكسي؟ فكرت لكان ما فكرت؟ بدي سلمها لواحد من الاولاد يشتغل عليها، وهيك بهالطريقه هو بيستفيد ونحن بنستفيد. ايوه، ومنه بيخربوا لنا السياره ومنه بيلطشوا لنا الغله. بيني وبينك انا خايف من نفس الشغله، بس بضل الولد. لا بس ولا شو اسمه، لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات الوحشه. لمين بدنا نسلمها لكان؟ بنسلمها لأبي بالنهار وبالليل بندبر لنا شوفير. منين بدنا ندبر؟ إيه نص البلد قاعدة بدون شغل، انت بس قول بتلاقيهم كلهم اجوا. بس المشكله انا ما بعرف حدا. إيه أبي بدور لنا على شوفير، انت ارتاح. دخلك ابوك يعني ما بنخاف منه؟ أبي ماله حدا غيري، إيه لو لطاش بيلطشوا إلي. لا هي حق معك فيها. طيب من بكره الصبح بتروح لعنده لأبي، بتخليه يجي ياخذ السيارة. وبدي خليه ياخذنا سيران بكره بلا ما تشتغل السياره. لوين السيارة؟ لوين لساتك مانك رايحه بالشام؟ قولي على حظي، بعمري ما رحت مشوار. لك قولي على حظي انا، بكره بدي لففك الشام من اقصاها لاقصاها وانتهت المقابله. الله يخلي لي اياك يا رب الهي. اهلين صباح الخيرات انسه. الحمد لله بتسلم عليك، والولاد بخير كلهم بيسلموا عليك. هي نمره وراي. إذا لزمك شي لا تستحي قال لي. لك بعرفك ما بتقصري. الله حيك. خير أنسة نهلة، في شي؟ ما في شي، قرايبي. انتهي بشغلك أنت. هالسكتة ما بدنا الطلاب يحسوا. ولا يهمك. لا تواخذينا أحرجناكي. السؤال اللي ما بتعرفه اللي جيب لك جوابه. لا لا تكلي هم، بعرفهم كلهم بعرفهم. طب أنا ما بعرف. بس ولا اعتمد على نفسك، هيك مربيك أنا. أنت النايحة أنت. بدك بعد العلم لا تفهم. خلص هو بزبيب. يلا كل واحد ورقته. وما هلا يطلع الثاني، يلا لشوف. كبر خطك شوي. تضرب شو أناني. هلا بعطيك إياها. شايفك.
شفتك شايفك. الجواب تبعك كله غلط. شو الجواب الصح؟ هلا بشوف لك المسودة تبعه. طعم انا صح. كمان غلط. الله يعطيك عافيه. على شو عم حكي؟ هلا بشوف لك المسودة تبعه. اعطيني المسودة تبعك شوي. هلا بشوف لك. عندك واقف عندك. هذا شوف عزين هلا سبيل علي هذا شوف. حاضر استاذ. انت هاي اخر مره بحذرك. احكي بايدك بدي احبك لي ها بيدك. المره الجاي بفصلك من الفحص. الله يجيبك يا طولة البال. 1 2 3. بهدلتني بين رفقاتي. يعني اذا رفيقتي ضروري تورطها معك؟ لك شو دخلني انا؟ لا ورطتها ولا شيء. اصلا بالفحص ما طلبت منا شيء. طلبت منا شيء حسام؟ لا لا ما طلبت. على كل ما صار شيء بعتذر له انا. شو فايدة الاعتذار اذا تبهدلت المخلوقة؟ لك انت تبهدل صبرا بصبرنا. ما نحن رضعانين بهدله مع حليب امنا. خلص يا تمرقها هالمره. لك شو تمرقها؟ بتعرف شو بيكتبوا لها بالانذار؟ شو بيكتبوا لها؟ اخلال بشرف المهنة، يعني شغلة لها علاقة بالنزاهة، قديش صعبة هي؟ لك انا شو دخلني؟ انا ما قلت لها انه بدي شيء ولا قلت لها تنقلني، صح ولا مو صح؟ لا لا صح يا ابي صح، بس يا ريتنا ضلينا كاتبين مثل ما كنا كاتبين، لانه طلع الجواب اللي جابت لنا اياه غلط. شو غلط؟ فتحت الكتاب بعد ما طلعت من القاعة، طلع صح اللي كنا كاتبينه. الله لا يوفقك على الخبريه، معناتها طبينا بالتاريخ. كاتب فانتازيا انا. الحق عليك، هيك بيصير باللي بيعتمد على غيره. انا برأيي تنسحب. ليش لحتى انسحب؟ بلكي جبت ربع العلامه بالتاريخ والانجليزي. مستحيل، انت اعلى علامة جبتها بحياتك كلها بالانجليزي 4 من 40. 4.5. بلزق الطينه بهالحيط. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. هات بوس من ايدك ابي. تركني مضروب بالتاريخ انا. حاضر يا ابي. شو انت التاني علاء؟ طمنا. ممتاز، فعلا ممتاز. ترى يا امي عن جد، من زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. ابدا، حد ادنى 30 علامه. هي شو اذا ضربوني بالتصحيح؟ ها لك اسلم لي اللي بيفهم. تعال اعطيني بوسه تقبرني. تعال. يعني طلعت انا الجحش اللي ما بفهم. على حد علمي بتفهم، بس على حسب حكيك عم تثبت لي العكس. شو امي؟ طمنينا. ضربت. سؤالي جبني اللي مالي حافظه فواصله منيح. يعني بتجيبي علامة النجاح؟ ما بعرف. خلص اولادنا، مين اجا؟ قومي جمانة افتحي، انا مضروب بالتاريخ. مين؟ هون بيت الأستاذ سعيد النايحة. ايه هون، مين حضرتك؟ قليله عاصم، مديره بالشغل. لحظة أخي لحظة. سعيد؟ مين جاينا مضروب بالتاريخ؟ اهلا استاذ عاصم. تفضل شرف. والله ما بقدر مشان المدام، حتى ما ينشغل بالك بالشغل، ما في شيء. جايك بموضوع تاني. خير، شو الموضوع؟ المدير العام الأستاذ عادل بده إياك من كل بد. شو بده؟ ما قال لي، ما جاب لي سيرة، بس هو عم يستناك بمكتبه اليوم. اليوم؟ ايه انا حاولت اجوا لبعد الامتحانات، بس قال لي عاجل جدا. ما لمح لك شيء عن الموضوع؟ لا ما لمح لي. ليش حدا بيلمح لي؟ انا الكل بيعطيني اوامر من فوق ومن تحت. فوت لجوا، شو عم تساوي انت؟ خلص لا تاكل هم استاذ، انا اليوم مر لعنده ان شاء الله. تفضل نكسبها. والله ما بقدر، مشان المرة بتعمل لي مشاكل كمان بالبيت. ايه شو بدنا نساوي؟ الا لامك راجع ما بطول. ما بدك روح معك ابي؟ لا مضروب بالتاريخ، اتركني. 4 ساعات لحتى تشرف حضرتك؟ استاذ اول ما بلغوني اجيت انا.
يعني الاستاذ عاصم راح على بيته تغدى وريح له ساعة زمان بعدين لا خبرك؟ الاستاذ عاصم ما بيعرف بيتي بالاصل، مشان هيك طول للقاني. يا اخي يبعت واحد بيعرف بيتك، ضروري هو شخصيا بالذات يخبرك؟ سيدنا هذا اللي صار. بعدين انت فساد. ايه فساد يا منظوم، حكيت انا وياك بقسم المشتريات، شلون بتروح بتفسد له؟ انا ما جبت سيره لحدا، اكيد حدا غيري اللي حاكي. لا انت يلي حكيت، بس مو هذا موضوعنا. اللي لشوف شلونك بالعربي؟ نشكر الله عايشين تدفين، شو بدنا نساوي؟ بدك قصدي باللغة العربية. بحكي عربي منيح، شو عم بحكي انا يا أسف؟ سعيد شبك؟ قصدي بالفصحى، الفصحى. ايه ممتاز، انا على طول كنت اخذ الاولي بالتعبير. وشلون ثقافتك السياسية؟ هي لا تسال عنها، لانه ما عندنا ستلايت نحن. هلا شو دخل الستلايت بالسياسة؟ شوف يا سيدي، لما بيكون عنده الواحد ستلايت بيقدر ينقي المحطة اللي بده إياها، إذا ما عنده ستلايت بده يضل على محطة واحدة ثابتة، وهي المحطة ما شاء الله 11 نشرة أخبار و700 برنامج سياسي و623 برنامج ثقافي. محشي راسي حشي سياسي أنا صار. شوف سعيد لا تلخمني، ها ما فهمت عليك. قصدي أستاذ إنه ثقافتي السياسية عالية لأني بقرأ المعلومة السياسية 3 مرات بالنهار. بتعرف أنا بحب قراية الجرايد، وعندنا 3 جرايد بنفس المعلومة. 3 وجوه بقراها أنا. المهم بنقدر نعتمد عليك بكتابة خطاب؟ خطاب إيش؟ اللي بالأول بنقدر ولا ما نقدر؟ طبعا استاذ، انا مثل ما حكيت لك كنت على طول نطلع الاولي بدرس التعبير، بالانشاء والتعبير باخذ الاولي على طول، يحطوني عريف في الصف. مو حي الله واحد يلي بدك تكتب له الخطاب. سعيد ما بدي اياك تطالعني بسواد الوش. ها بس يعني ما قلت لي الخطاب لمين؟ للسيد معاون الوزير. ليش السيد معاون الوزير عنده مشكله من الناحيه الثقافيه؟ شوف سعيد، السيد معاون الوزير من الناحيه الثقافيه بيتحشني انا وياك بجيبته الصغيره دحش. طيب ليش نقاني انا؟ ما عنده حدا يكتب له بالوزاره؟ لك عنده بس هو ما بده حدا بالوزاره يكتب له، مشان يعني ما يصير لت وعجل. سعيد فرصتك واجت لعندك. ليش انا شو مستفيد من هالشغله؟ لك انت بس تقول لي قائد السيد معاون الوزير شبك، بعدين امورك بتزبط من احسن ما يكون. انا ما عندي امور ولا لي بحاجه شيء، كافينا المولى الحمد لله. لك اسمعني يا بني ادم، انت اذا ظبطت امورك مع السيد معاون الوزير تنقش معك تمام، يعني تاخذ اذونات سفر، تاخذ مهمات، بتطالع بدل راتبك راتبين. طيب ليش اختارني انا؟ شو بيعرفوا فيه؟ لك انا اللي اخترتك، ما هو بده حي الله واحد. وانا حي الله واحد. ماشي، شو عليه؟ امتى؟ من بكره الصبح بتكون بالوزاره. عندي فحص بكره. بتقدم فحص وبتروح، ولو كنت انا مطرحك بصراحه ما كنت بروح على الفحص بنوب. لا استاذ، صار لي من اول السنه عم طحن مشان البكالوريا. انا ما خليت واحد ببيت النايحه الا كسرت له نفسي مشان يكتب لي راشيته ملخصات، اقعد زدت كل هالشغل ورا ظهري مشان شغله بلا طعمه. اصحى سعيد، ها اصحى. خطاب السيد معاون الوزير ما له بلا طعمه. انا ما قصدت خطاب السيد. اسمع لك كلمه قصدت وما قصدت. قرب لهون. نعم. تحمل حالك هلا وبتروح لوين؟ لعند السيد مدير مكتب السيد معاون السيد الوزير وهو بفهمك. حاضر. اوعى هيك حكي ولدت وعجل، ما بدي حاكم فساد وبعرفك. عفوا انا مالي فساد ولا كلمه. ما تصير تحاكيني بهالطريقه. المواطن وله حقوق ولائحه حقوق الانسان هيك بتنص.